الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، خلقنا فسوانا ومن علينا فهدانا، وبلغنا رمضان وعافانا، وعلى الصيام والقيام أعاننا وقوانا. الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفول ولا مستغنى عنه. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما علمتنا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والبنين والصحة والعافية والمعافاة. لك الحمد على ذلك كله كثيرا طيبا مباركا فيه. أظهرت أمننا وكبت عدونا، وجمعت فرقتنا، وبسطت رزقنا، وأحسنت معافاتنا. ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كله كثيرا كما تحب ربنا وترضى. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وتمت رحمتك فبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. وجهك من أكرم الوجوه، وعطيتك أفضل العطايا وأهناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتغفر الذنب العظيم، وتشفي السقيم، وتقبل التوبة، وتعفو عن السيئات، وتستجيب عبادك المؤمنين. ولا يجزي بآلائك أحد سواك، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، لك الحمد على التمام، لك الحمد على التمام. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ماض نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم وارفع به درجاتنا وثقل به موازيننا وأكرم به نزلنا، واصلح به فساد قلوبنا، واصلح به فساد قلوبنا، واصلح به فساد قلوبنا، وحسن به أخلاقنا، واجمع به أمتنا، واجمع به أمتنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسبق علينا به النعم وادفع به عنا النغم، اللهم وادفع به عنا النقم، اللهم واجعلنا به عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، واجعله سابقنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا أنيسا في وحشة قبورنا، اللهم اجعله لنا أنيسا في وحشة قبورنا، اللهم واجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، اللهم واجعله لنا شفيعا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفع قلوبنا وارفعنا بالقرآن الكريم.
اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة ارق وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم يا حي يا قيوم واجعلنا عند ختمه من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ها نحن قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا خطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فإن رددتنا فلا أحد لنا سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نرجو سواك ولا نخشى غيرك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وارحم ذل وقوفنا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك.
أن تكفينا ما أهمنا، أن تكفينا ما أهمنا وما لم نهتم به، وأن تلهمنا رشدنا، وأن تلهمنا رشدنا، وأن تقينا شر أنفسنا وشر الشيطان الرجيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته،